بص يا سيدي، دايما الاهلي والزمالك بيتفوقوا على بقيه الفرق بمهاره وتكتيك ونوعيه لعيبه وكواليتي وكل الكلام ده، بس اهم نقطه بيتفوقوا فيها هو جاهزيتهم وقدراتهم البدنيه. السنه دي النادي الاهلي بيعاني، وانا قادر افهم ان كولر بيعمل روتيشن كتير لان لعيبه النادي الاهلي لعبت مباريات اكتر بكتير من اقرب المنافسين ليها، وخصوصا بيراميدز لو بنتكلم على المنافسه المباشره. لان لعيبه النادي الاهلي لعبت سوبر افريقي، ولعبت دوري افريقيا او دوري السوبر الافريقي، ولعبت كاس عالم للانديه، وكلهم لعبوا في بطوله افريقيا، وكلهم اساسيين في مباريات المنتخب سواء الوديه او الرسميه في تصفيات كاس العالم وكاس الامم. فلعيبه النادي الاهلي منهكين بدنيا اذا ما قارناهم بلعيبه نادي الزمالك ولعيبه نادي بيراميدز اللي هو المنافس المباشر بتاعك السنه دي. فمن هنا تيجي تشوف ان رتم مباريات النادي الاهلي بقى بطيء، يعني رتم النادي الاهلي بقى مقارب جدا لرتم الفرق اللي بتواجهه. علشان كده لعيبه النادي الاهلي بتعاني في تسجيل الاهداف، واحيانا بتستقبل اهداف كتيره. وده بيودينا لنقطه مهمه جدا: هل النادي الاهلي بيدفع ثمن كونه بطل؟ طبعا، كونك بطل لازم تدفع ضريبه ده، ولكن في حاجه هنا محتاجين نفهمها. هو انت ليه حاكمني بعدد معين في القائمة؟ طالما انت عايز تخليني العب كل المباريات، وعايزني اشرفك في كل المباريات، وعايز تضغطني في مباريات الدوري وتضغطني في مباريات الكاس، وعامل لي كاس رابطة، وعامل لي كاس السوبر المصري بعد ما كان مباراة واحدة بقت مباراتين، انت بتضغطني علشان تكسب من ورايا فلوس. طب انا كمان عايز اكسب فلوس، وعايز اكسب شهرة وصيت وجاه وكل الحاجات دي. طب ما تفتح القايمة. كل الناس لما بيجوا يقعدوا يتكلموا على عدم انتظام جدول الدوري المصري بيتكلموا على البريمير ليج ودوريات اوروبا، وقد ايه الدوريات دي منتظمة في مواعيدها وجداولها واضحة، وكل الكلام ده بيصب في مصلحة ان احنا عايزين التنافسية وعايزين قدر الدوري المصري يكون عالي علشان نقدر نسوقه، وعلشان يعود علينا فلوس محترمة من تسويقه. كل الكلام ده منطقي، ولكن أهم نقطة هي القماشة الواسعة عند فرق الدوري الإنجليزي وفرق دوريات أوروبا. فأنت علشان تقارني بالفرق الأبطال في بلادها في الدوريات الأوروبية، اديني نفس الميزة دي. افتح لي عدد المحترفين، افتح لي عدد القايمة، ما تخلينيش محكوم بسبع لاعبين بس في الإعارات. كل الكلام ده اديهولي، وبعدين حاسبني على الكلام ده. انا هنا مش برد على الزملكاويه، ولا عايز الموضوع يبقى فيه شد وجذب وخناقه، ولكن انا بفكر بمنطق. طيب، انت عايز جدول منتظم، وعايز مواعيد ما يختلفش عليها اتنين، وده حقك وحقي وحقنا كلنا، لان المنظومه محتاجه اعاده هيكله. فمن ضمن اعاده الهيكله دي، لو سمحت اسمح لي ان انا اشتري لعيبه كتير، ولو سمحت اسمح لي ان انا اجيب لعيبه اجانب كتير، ويبقى عندي مساحة من الإعارات علشان لعيبتي الصغيرين أطلعهم إعارات فياخدوا خبرات، وارجع استعيد اللي فيهم لاعب جيد وهيفيدني في المستقبل. اعمل الحاجات دي، وساعتها هتلاقي جدول منتظم، وهتلاقيني قادر العب في مباراتين في يومين متتاليين، لان هيبقى عندي عدد كبير من اللعيبه الجاهزه والكواليتي العاليه. بس ساعتها ما تعيطش وتقول ان الاهلي بيفرغ الانديه وبيستحوذ على النجوم من الانديه في الدوري المصري، وبيجيب اعلى كواليتي في اللعيبه الاجانب. ساعتها الوضع هيبقى مختلف، وهتخليني او هتديني الفرصه اعمل تاريخ مختلف. افضل من اللي انا بعمله، افضل من اللي انا بعمله، وهلعب في مستويات اعلى، وهنافس في حتت مختلفه. خاصه ان في اخبار متداوله النهارده ان بطوله الافرو اسيوي تم اعاده احيائها بمبالغ محترمه. سمعنا ان اللي هيكسب ما بين الاهلي والعين هياخد 3 مليون دولار في مباراة الافرو اسيوي، ده غير الانتركونتيننتال اللي عليه فلوس برضه محترمة، ده غير كاس العالم للانديه السنه الجايه اللي عليه فلوس محترمه. فساعتها النادي الاهلي هيبقى عنده القدره الشرائيه الممتازه ان هو يوسع دايره النجوم اللي في فريقه، سواء مصريين او محترفين. انا مش قادر افهم، هل ده ساعتها لو حصل توجد مظلوميه تانية وتقول ان التنافسيه بعافيه لان النادي الاهلي بيستحوذ على اللعيبه الجيدين سواء من جوه مصر او من بره مصر؟ انا اعتقد ان ده اللي هيحصل منك. السلام عليكم.